لو انت من الناس اللي عندها مشكلة انها تلتزم في التمرين وتروح بقى كل يوم وتستمر فترة كبيرة جدا، انت فعلا الفيديو ده انا شايف ان هو هيفيدك. لان احنا بنعقد الموضوع زيادة عن اللزوم، انا مش عارف ليه. يعني انا مثلا اول مرة رحت الجيم كنت صغير جدا، كان عندي 13 سنة باين ولا 14، فاهمني؟ في 2018 باين، وقت 2018 نهايتها كده في الحدود دي. ساعتها كان الجيمات مش زي دلوقتي، كان ساعتها كل في الجيمات ناس كبيرة أو ناس بقى معضلين اللي هو بتوع البطولات والكلام ده كله. وما كانش في ناس في سنك أوي، يعني فكرة إنك تروح الجيم تلاقي عيل صغير، الموضوع ما كانش منتشر ساعتها. عكس دلوقتي، لأن دلوقتي بقى السوشيال ميديا واليوتيوب والإنستجرام والكلام ده كله سهل على الناس شوية. إنما زمان في الوقت اللي أنا رحت فيه الجيم، الوسائل اللي كانت تعلمك وكده ما كانتش متوفرة أوي. تمام. ففكرة إنك تلتزم ساعتها كان الموضوع فعلا صعب، يعني أنت كان ممكن تلتزم أول أسبوعين مثلا، بعدين خلاص ما تروحش، وبعدين ترجع تاني بعد كام شهر وبعدين ما تروحش. أنا ده اللي فعلا اللي حصل لي. رحت شهر، بعدين بطلت يجي 5 6 شهور، رحت شهر تاني، وبعدين بطلت 5 6 شهور، وبعدين رحت، ولا مش من 5 6 شهور ولا 3، مش فاكر بالظبط. وبعدين آخر مرة قلت بقى التالتة ثابتة، أنا لازم المرة دي ألتزم. فعلا التزمت شوية، قعدت شهرين مثلا ولا حاجة، وبعدين مش عارف ايه اللي حصل، كسلت أجدد الاشتراك ولا رحت جيم تاني، مش فاكر. المهم ما كملتش يعني، لحد ما طلع لي بقى الفكرة إن أنا أروح جيم بوكسنج وكده. المهم رحت جيم البوكسنج، كان عندي واحد قريب من بيتي شوية، يعني اللي هو أقول 10 دقايق مشي مثلا. فرحت اشتركت فيه، اشتركت 3 شهور على طول، لان كان في عرض وكده. لو ما كانش في عرض ما كنتش هروح، يعني انت متخيل. كان حياتي كلها تتغير ساعتها، ما كنتش هروح ساعتها. المهم انا رحت واشتركت، وقعدت ال3 شهور دول لحد ما الاشتراك خلص، وطلع في جيم بوكسنج جديد فتح قريب مني، فنقلت عليه. ولما نقلت عليه برضه اشتركت 3 شهور. وتجربة الجيم البوكسنج وكده يعني علمتني حاجة. لأن اللي أنا استوعبته ملوش علاقة بقى بالتمرين والنوع التمرين ولا الرياضة اللي أنت بتلعبها. اللي أنا استوعبته فعلا إن قد إيه حياتك هتبقى خرا وأنت فعلا مش ملتزم في التمرين. لأن أنت التمرين ده، أنت أي واحد بيخش يتمرن جديد أو بيخش جيم أو رياضة جديدة أي حاجة، بيبقى الموضوع بياخد من تفكيره شوية. أنت بتفكر في الموضوع زيادة عن اللزوم، لأنك مش ملتزم فيه. وبتضيع التمرين كل يوم، لأن أنت بتصحى من النوم أصعب حاجة في يومك إنك تروح تتمرن، ده في البداية يعني. نفترض مثلا إنك في البداية، طبعا في البداية كلنا بنبقى عايزين نروح وكده، بتبقى متحمس شوية إنك عايز تروح الجيم وكده. بس مع الوقت بقى بيجي والحماس ده بيقل. أنت بقى لو في المرحلة دي، الموضوع ممكن يأثر عليك جامد، واللي هو أنت ممكن حياتك حرفيا تبقى مكتئب عشان أنت ما بتروحش التمرين. وحل الموضوع سهل جدا يعني فعليا. انا شايف ان انت لو حياتك خرا عشان انت مش بتروح التمرين ومش مستمر فيه، الحل انك تخلي الموضوع ممتع. يعني فكرة انك تخلي الشغل، يعني انا دلوقتي هتكلم على الشغل عامة، انا مش هتكلم بس على التمرين او على الرياضة المعينة، لا انا بتكلم على شغلك بشكل عام، او الحاجة اللي انت عايز تعملها، فاهمني؟ انت لو خليت الموضوع ممتع، انت مش هتحتاج تحط الالتزام قوي فيه، مش هتحتاج ديسيبلين في الموضوع. الموضوع بالنسبة لك هتبقى انت فعلا عايز تعمله لان انت شايف الموضوع ممتع، لان دي تقريبا بتبقى امتع حاجة في يومك. وانك تخلي الموضوع ممتع وكده، الموضوع مش صعب خالص. بس قبلها لازم تكسر كل الحجج اللي عندك، يعني اي حجة بتيجي في دماغك لازم تكسرها. اه بس انا مش هروح الجيم النهاردة عشان عندي مذاكرة لازم اخلصها الاول. جماعة، الجيم كله هياخد منك، لو انت هتروح تتمرن تمرينة سريعة وكده، هياخد منك يا عم ساعة ونص. تجهز ربع ساعة، تروح الجيم تتمرن ساعة، وبعدين ترجع تخلص الدنيا في ربع ساعة، تاكل وكل حاجة، وبعدين ترجع لشغلك أو مذاكرتك أو أي حاجة تانية. فالموضوع ما هواش بياخد من يومك أوي. احنا بس بنحب نطلع حجج ونقول الموضوع بياخد من يومك. هو الموضوع بياخد من الإنتاجية بتاعتك.
الصراحة يعني لو جينا نتكلم بجد، إنك تتمرن بياخد من الإنتاجية بتاعتك فعلا. بياخد من الإنتاجية بتاعتك إزاي؟ أنا دايما بقول أنت لو عايز تعمل حاجة مذاكرة مثلا شغل كده، اعملها أول ما تصحى من النوم. اعملها وبعدين روح الجيم بعدها، وبعد ما ترجع من الجيم كمل عليها، لأن أنت مش هتبقى بنفس الإنتاجية أيوة بس هتخلصها يعني، فاهمني؟ هو ده الهدف، إنك تخلص الحاجة. فالموضوع بيبقى سهل يعني. وبعدين بقى إنك تخلي الموضوع ممتع فعلا، موضوع الجيم تخليه ممتع، هو إنك تعمل صحاب هناك. وانت لو مش شخص اجتماعي ما تقلقش، ان انا حرفيا كنت من اقل الناس اجتماعية في العالم كله. يعني انا كنت متوحد بشكل، حرفيا كان بيبقى في ناس بخاف اروح اسلم عليهم اصلا، لو هو من غير سبب، هو انا كده كنت حرفيا اجتماعيا مفشوخ يعني. مش عارف، فعلا كنت واصل لمرحلة صعبة جدا. بس أول ما بدأت أعرف الناس بقى وأكلم المدربين كلهم والكلام ده كله، يعني أنا حرفيا بروح الجيم بستمتع. يعني أنا في جيم بوكسنج دلوقتي يعني، وأنا حرفيا أعرف الجيم كله تقريبا، أو على الأقل الناس اللي بتمرن في نفس السيشن بتاعتي. ماشي. وأعرف المدربين كلهم وبهزر معاهم وبتكلم معاهم. فاهمني؟ لازم تبقى تعرف الناس والناس يعرفوك، عشان بفعل يعني المعارف بتاعتك جوه الجيم وكده هي اللي هتخليك تروح. لان انت مش عايز تعرف الناس وبعدين ما تروحش ويقولوا عليك بقى بتضيع التمرين وما بتجيش الا مرتين في الاسبوع والكلام ده كله. وده ممكن فعلا اللي يحط ضغط عليك انك فعلا لازم تروح، فاهمني؟ فبجد يعني فكرة انك تعرف الناس في الجيم مهمة جدا. واحنا عارفين بقى الناس تقعد تقول لك لا، ما تروحش مع حد تتمرن، ده هيضيع يومك وممكن هو يطلع خول بقى وما يروحش وكده. الكلام ده كله كلام عبيط. يعني بجد انا مش فاهم انتوا بتصدقوا الكلام ده ليه. انا اكتر فتره التزمت فيها في حياتي لما رحت مع صاحبي الجيم، هو كان جيم حديد عادي، فاهمني؟ اكتر فتره التزمت فيها كان ساعتها. قعدنا تقريبا اكتر من 4 شهور ولا حاجه. وكنا بنروح بقى ونتكلم ونقعد طبعا الموضوع كان بيضيع وقت كتير، بس انا ما اعتبرش ده تضييع وقت، لان انت السكرين تايم كده كده بتاعك فوق ال5 ساعات. فانت لو خدت من ال5 ساعات دي واديتها لحاجه تانية ما فرقتش، يعني هي نفس ال24 ساعة بتاعتك، فاهمني؟ أنا مش شايف في أي فرق في الموضوع. إحنا بس اللي بنحب نقلل من أهمية المعارف والأصدقاء وكده، لأنك خايف على طول، خايف حد بعوصك الدنيا ما بتمشيش كده. يعني أنت لازم تعرف الناس برضه. إنك تعرف الناس حاجة مهمة جدا يعني فعليا. أنا أتمنى ما كنش مشيت في حوار بقى أنا هعمل كل حاجة لوحدي وهعمل كل حاجة بنفسي، أنا اللي هضيع. لا فاهمني؟ الدنيا ما بتمشيش كده يعني. لازم تعرف ناس، بس انا هقول حاجة: انت لو عرفت الناس الغلط اسوأ من انك تبقى لوحدك. الصراحة يعني لو الواد اللي انت بتتمرن معاه شخص سيء يعني في التمرين، هو شخص سيء يعني عامة، انك تبقى لوحدك احسن بكتير من انك تبقى معاه. مش ملتزم في التمرين، بيشرب سجاير، اللي هو الحاجات دي كلها يستحسن تروح لوحدك ما تروحش معاه. العملية بسيطة ومش محتاجة تفكير كتير يعني. فأنت أهمية الشغل وكده إنك لو أنت فعلا عايز تلتزم بيه أنت محتاج يعني تخليه ممتع على قد ما تقدر. وإنك تعرف الناس، يعني اسأل أي حد راح الجيم في حياته أو أي حد اشتغل في حياته أي حاجة، اللي بيخليه فعلا يروح الجيم هو ان عنده صحاب معينين عايز يروح يشوفهم، عايز يروح يتكلم معاهم. ما تبقاش تعمل حاجة وخلاص يعني. انت لو بتكره التمرين وكده وبتروح كل يوم عشان وبتشغل بقى الانضباط بتاعك والكلام ده كله، ماشي، الموضوع ده هينفعك لفترة معينة، بعدها انت هتهلك نفسيا، فاهمني؟ في ناس طبعا ما عندهاش مشكلة انها تروح لوحدها وكده، بس مع الوقت انا زي ما قلت انا شفت الكلام ده بنفسي. ناس كانوا بيروحوا لوحدهم وبعد فترة فعلا بطلوا. بس ما تخليش الكلام ده يخليك ما تروحش الجيم عشان انت ما عندكش صاحب دلوقتي. لا، روح دلوقتي لان انت بتعود نفسك الاول. ولو صاحبت حد هناك في الجيم او واحد صاحبك جه معاك، يعني الموضوع يبقى كويس، فاهمني؟ بس انا شايف الموضوع بسيط. انك اول حاجة بس انك
الحاجة اللي عندك تحاول تكسرها بشكل ما، وتحاول تخلي التمرين بالنسبة لك شيء ممتع وأمتع حاجة في يومك، لأن لو هي دي أحسن حاجة في يومك أنت خلاص أنت وصلت للنكست ليفل، فاهمني؟ بس. واتعرف على ناس، اتعرف على ناس كتير، حاجة مهمة جدا. ما هي دي تقريبا الثلاث أو الأربع حاجات اللي فعلا هتغير الموضوع، إنك محتاج انضباط وديسيبلين رهيب عشان تروح الجيم وتلتزم فيه، لأن الجيم بقى جزء من يومك، اللي هو بقى روتين بالنسبة لك. أنت مش محتاج نوع الديسيبلين الكبير أوي، أنت بس بتعمل حاجة وخلاص.